السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنستأنف الإنجليزي بتاع كامبريدج. هنتكلم النهاردة عن الوحدة التانية اللي بتتكلمنا عن البيرث والمارج والديث. ايه هو البيرث، ايه هو المارج، ايه هو الديث. بيرث عشان نبدأ بيه هو الميلاد. لما حد بيتولد بيتسمى بيرث، ده الميلاد بتاعه، يعني birth day يوم الميلاد أو يوم المولد، مش عيد الميلاد. بس احنا ترجمناه لعيد الميلاد لان احنا المفروض ان احنا بنحتفل يعني فيه بعيد ميلاد اي حد يعني. طيب، اولا عندنا في البيرث هنا بيقول لنا انا، وده اسم واحدة، اسم شخص. had a baby yesterday. انا had a baby yesterday. هنا الفعل had يوحي بانها انجبت، وبالتالي ما اقولش مثلا got a baby، لا، هي had a baby ويوحي بالانجاب. يبقى انا had a baby yesterday، انا انجبت طفل. yesterday هنا بمعنى امبارح، yesterday بمعنى امبارح. وبيكمل ويقول لنا he was born at 1:15 yesterday morning. ولاحظوا هنا وركزوا معايا في الطريقة اللي انا بقرأ بها التاريخ والوقت. he was born يعني هو ولد، ونركز كده ان دايما عشان اتكلم عن حد ولد فهقول was born لو شخص واحد. طب لو اشخاص was هتتحول الى were، فتبقى were born. يعني مثلا انا and منى مثلا were born، يبقى انا ومنى ولدوا. تمام. ما اقولش is born. is هنا توحي بالمضارع، ولما حد بيتولد هو اتولد وخلصنا، مش عمال بيتولد. مفيش الكلام ده. تمام. فاحنا لما بنيجي نتكلم عن حد اتولد بنقول was born. is born دي للمضارع فما تنفعش. تمام. الا لو هنتكلم عن مثلا احصائيه من الاحصائيات، كل مثلا دقيقتين a baby is born. every 2 minutes a baby is born، يعني كل دقيقتين يولد طفل. كده ماشي، مفهومه. انما لما هتكلم على حد اتولد هقول was born، اجيب الماضي منها لان دي مبنيه للمجهول. he was born بيتكلم عن البيبي بتاع انا، بيقول لنا he was born at 1:15 yesterday morning. هو اتولد. at دايما حرف جر بيجي ده اهو. at ده حرف جر دايما بيجي مع الساعات، ما يجيش مثلا مع الساعات on، ما يجيش مع الساعات in، لا، هو at. حتى في قاعدة بتقول in on at، شهور ايام ساعات، يبقى in شهور on ايام at ساعات. تمام كده. طيب 1:15 انا بقرأ الواحدة point 15 اللي هي واحدة وربع، بقرأها ازاي 1:15 امتى؟ yesterday morning، امبارح الصبح، امبارح الصبح. يبقى yesterday بمعنى امبارح ومورنينج بمعنى صباح. هنلاحظ هنا ان الوقت مش عليه التركيز قوي في الجملة دي، يعني yesterday جاية في الاخر مش مذكورة. يعني دايما لما يجي يحدد لنا الوقت ويأكد لنا عليه بيذكره الأول، فبيديله هو الأهمية أكتر من الحاجة التانية. يعني لو كان قال at 1:15 yesterday morning he was born، كده هو بيأكد لنا على التاريخ والوقت. إنما هو هنا بيأكد لنا على الولادة الأول، he was born إمتى. فبيقول لنا he was born، اتولد، ولكن إمتى بعدها. فالتركيز في الجملة دي مش على الوقت قد ما على انه اتولد، وبعد كده بيقول لنا امتى. رقم 3 ده مهم جدا لما باجي اتكلم على الطفل وزن كام كيلو او شخص وزن كام كيلو، ده فعل في الماضي. هنقول he weighed. he weighed يعني وزن، مثيلة لان احنا نقول كان وزنه، كان وزنه 3 kilograms. 3 kilograms يعني 3 كيلوغرام. بيكمل ويقول هم they are going to call him. they هم are going to ها. يبقى going to دي بتستخدم للمستقبل، للايه؟ للمستقبل. قاعدة المستقبل بتقول ايه؟ will مع الحاجات
اللي انا مش مخطط لها، مفيش نية مسبقة ليها ومفيش دليل عليها. يعني لو توقع ما بيبقاش توقع بدليل، بيبقى توقع بدون دليل، فهستخدم will. او ان حاجة مش مخطط لها فهستخدم will. انما هنا هم مخططين، going to توحي ان هم مخططين. مخططين لايه بقى؟ they are going to call him John. يبقى هم مخططين ان هم هيسموه جون. ده الايحاء بتاع going to. بسم الله نستأنف تاني. but they are going to call him John. هم هيسموه جون after John. هنا after بتقول على اسم كذا، يبقى after دي معناها على اسم كذا. يبقى مثلا I was named عبدالله after my great grandfather عبدالله. أنا اتسميت عبدالله after على اسم جدي الأكبر عبدالله. تمام؟ يبقى they are going to call him John after John his grandfather. his grandfather هيسموه جون على اسم جون جده. his دي هي الضمير الهو اللي احنا بنضيفه على الكلمة علشان نوحي انه تبع شخص ما، فجده. تمام؟ his grandfather. وما ننساش لازم يكون عندنا قبل ما نتعلم انجليزي ونتعلم الكلام لازم نكون عارفين الضمائر كلها، لان الضمائر دي مهمة جدا 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 جدا. يمكن انا اتكلمت عنها على صفحتي على اليوتيوب. يعني his grandfather بيكمل يقول لنا his grandfather's birthday عيد ميلاد جده. فاكرين apostrophe اس الملكية؟ يبقى عيد ميلاد جده. جده عيد ميلاد جده. تمام؟ فبيقول his grandfather's birthday is يكون. لاحظ ان is دي بيجي بعدها حاجة بتدينا معلومة عن الحاجة اللي قبلها، بتوصف لنا الحاجة اللي قبلها. هتوصف لنا في الحالة دي البيرثداي بتاع his grandfather. يبقى is June 16th to. يبقى يونيو 16 ايضا. لاحظوا هنا الجون بعد كده 16 16th to هنا بمعنى ايضا. ودي في فرق ما بين to دي والتي دبليو او. التي دبليو او ده رقم 2، انما to دي بمعنى ايضا. وكذلك but he was born in 1945. بيكلمنا هنا عن مين؟ عن his grandfather. ولنا he هو، ولكن هو but he was born in 1945. اتولد في 1945. فهنلاحظ هنا برضو بنقرأ الارقام ازاي، ارقام السنين ازاي بنقسمها 2، رقم صغير ورقم هيبقى كبير شوية. هيبقى 19 وبعد كده 45. 19 ادي اول رقمين على الشمال، بعد كده ننطق الرقمين اللي بعدهم 40 40 5 5. يبقى 19 40 5، بمعنى اصح 19 45. زي ما احنا متعودنا الفترة الأخيرة من أيام كورونا كده، لما دخلنا على 2020 احنا ما كناش بنقول 2000 ما كناش بنقول 2020 كده أو 2019. احنا كنا بنقول 2019 2018 2005 2006 1900 وكذا. مجرد ما جت 2020 وبدأنا نقول الرقم 2025 2023 2024. دي طبيعة اللغة الإنجليزية مش طبيعة اللغة العربية. تمام؟ طيب بعد كده بيقول the baby's parents. هنا apostrophe اسم ملكية، ده المالك وده الشيء المملوك. طب ايه الشيء المملوك؟ معناه ايه؟ معناه والدين. طب والدين بتوع مين؟ بتوع البيبي. يبقى the baby's parents والدة الطفل were born. شايفين لما قلت was born لو مع الجمع تتحول الى were born، اهي اتحولت الى were born in سنة اهي. شايفين السنين بياخد حرف الجر in 1974. بنقسم الرقم، ما ننساش الحتة دي، بنقسم الرقم يبقى 1974 1974. يبقى والدة الطفل ولد في 1974. المعلومة الأخيرة اللي لازم أوضحها قبل ما ننتقل إن مفيش في اللغة الإنجليزية مثنى، يعني ما عندهمش حاجة اسمها دول. هو كلمة مثنى معناها دول، بس هو طبيعة الجرامر عندهم وطبيعة اللغة عندهم ما عندهمش حاجة اسمها مثنى. هو يا مفرد يعني حاجة واحدة، يا جمع يعني 2 عندهم جمع، ما مش مثنى زينا عندنا كده في اللغة العربية.
هنا error warning. الايرور warning ده بيحذرنا من حاجة. اقول انا هذا بيبي، انا انجاب الطفل، ما اقولش انا got a baby. اول حاجة we say he او she was born، احنا نقول ايه بقى؟ he or she، هو او هي was born، مفرد اهو was born يعني اتولد او اتولدت. ما ينفعش اقول he او she born كده على بعضها ملهاش معنى وغلط، او is born. تمام كده؟ طيب انا وضحت لكم السياق الوحيد اللي ممكن، او احد السياقات اللي ممكن نقول فيها is born، وهو سياق مختلف عن السياق اللي احنا بنستخدمها فيه هنا. طيب بعد كده نخش على حاجة اسمها marriage. والماريج اللي هو الزواج. بيقول هنا if you don't have a partner، لو انت ما عندكش شريك. partner يعني شريك. if you لو if هنا بمعنى لو او اذا. you don't لم تكن يعني انت لم او انت مش معاك have a partner شريك، انت في الحالة دي single. you are single، انت single. تمام. if you have a husband or wife، لو عندك زوج، يعني هو بيتكلم لو عندك زوج او عندك زوجة. wife يبقى husband بمعنى زوج، و wife بمعنى زوجة. في الحالة دي you are married، انت متزوج. تمام. ونلاحظ برضو ان you هي معناها انت او انتي ومعناها انتم. تمام. يبقى ده الضمير بتاع انت او انتي او انتم. ما عندهمش هم انت او انت للمفرد، لا هم بيستخدموا يو بتاع الجمع. كان عندهم ولكن ما بقوش يستخدموه. تمام. طيب بيقول هنا if your husband or wife dies you are widowed. لو زوجك او مراتك مات او ماتت. dies هنا بمعنى الموت، يموت يعني او مات. you are widowed انت تكون ارمل. انت بتبقى ايه؟ widowed يعني ارمل. تمام. او ارملة. او بمعنى اصح هو هنا مش معناها الصريح ارمل او ارملة، معناها ان انت بقيت ارمل او ارملة، رملت. ما هو حد خد زوجك او زوجتك فبالتالي اصبحت مرملة او اصبحت مرمل. تمام. طيب يبقى widow WIDOW دي معناها ارمل او ارملة، خصوصا بنستخدمها كتير مع النساء يعني. if your marriage breaks up، لو زواجك انكسر كده تفكك breaks up. you are separated انت منفصل او انتما منفصلان. او divorced مطلق او مطلقة او مطلقان. ربنا يبعد عنا الشر ده. طيب the marriage has legally ended، ما بين قوسين كده divorced او separated. لو marriage breaks up يبقى the marriage has legally ended. the marriage broke down has legally ended يعني انتهى رسميا قانونيا يعني. بيقول هنا Bill and Sarah got married. Bill وسارة اتجوزوا. فلاحظ هنا بيقول got married او Bill and Sarah married. يبقى ممكن اقول got married، ممكن اقول married على طول بمعنى تزوجا. ده حفل الزفاف بيتقال عليه the wedding. العروسة بيتقال عليها bride، والعريس بيتقال عليه bridegroom او groom على طول. تمام. الايرور warning اللي عندنا مهم جدا. بيقول سارة got married to Bill، يعني سارة تزوجت من بيل. ما نقولش with Bill، لان لو سارة got married with Bill معناها هنا ان سارة اتجوزت مع بيل، يعني في نفس الوقت اللي بيل اتجوز فيه، انما ما اتجوزتش منه. وبالتالي ما حدش بيقول السياق ده. احنا بنقول ايه؟ سارة got married to Bill لو احنا نقصد الزواج من بعض يعني. بيكمل هنا القصة بتاعتهم. بيقول لنا هم married او got married وحاططها ما بين قوسين. بيقول لنا يعني ان احنا نقدر نقول ايه got married او married يعني، فالاتنين ماشيين. ان ونقسم الرقم لنصين، 2 على الشمال و2 على اليمين علشان دي سنة. فنقول in 1988 1988. هيقول لنا هنا married without got is more formal، يعني انا لو عاوز ابقى formal اكتر، رسمي اكتر، هقول married على طول، مش هقول got married. طيب they went on their honeymoon to Italy.
هم راحوا في شهر عسلهم إلى إيطاليا. They went on their honeymoon to Italy. شهر العسل. تمام. فنلاحظ هنا قريبة من ايه، من شهر، بنقول شهر العسل فاستخدم معاها on. تمام. on their honeymoon to Italy. طيب بيكمل هنا ويقول لنا they were married يعني تزوجا for 20 years. يعني هم كانوا متزوجين. they were married for 20 years يعني هم كانوا متزوجين. هم كانوا they were married متزوجين for 20 years. كانوا متزوجين لمدة 20 سنة. هيدخلنا بقى للقصة الحزينة. أنا آسف إن الحتة دي طالعة كده. هيكلمنا عن death وهو الوفاة. خدنا البيرث، خدنا الماريج، أحلى اللحظات في الحياة، وعلى حسب بقى الخاتمة بتاعتنا بيجي الديث، يا إما يبقى حاجة مفرحة أو حاجة محزنة. طيب death بمعنى إيه؟ الوفاة. هنقول هنا بيقول then بمعنى ثم أو بعد ذلك، فلازم نحفظها. دي حاجات مهمة جدا. كل المعلومات اللي أنا بديها في الدورة دي بتاعت كامبريدج مهمة جدا، هنلاقيها معانا في كل مكان، فاحنا نحفظها ونمارسها مع بعض. لو حتى هنمارسها بالقراءة، لو حتى هنخش ونكتب بالتشات لحد ما نتعود. كل حاجة بتيجي بالتكرار والاستمرار. أي لغة بنتعود عليها بالتكرار وبالاستمرار وبالتجربة وبالخطأ، ونقعد نترجم لبعض ونقعد نقرأ كتير. بيقول هنا then Bill became ill يعني ثم أو بعد ذلك بيل أصبح مريضا. he died last year هو مات. هنا die لا قبل الدي دي لحد دي اي واي اي دي اي اي اسف، معناها يموت die او مت. لما اقول لحد die موت، تمام، احنا مش عاوزين نقول لحد حاجه زي كده. يبقى he died last year هو مات العام السابق بعد ما اصبح ill. he died of. شوف بقى لما يكون مات من حاجه هنقول he died of، مات of. he died of a heart attack مات من أزمة قلبية. يبقى heart attack دي معناها ايه؟ أزمة قلبية. يبقى heart attack أزمة قلبية. طيب يبقى he died of a heart attack. المنظر بتاع الجنازة بيتسمى the funeral. يبقى الجنازة اللي هي ايه؟ the funeral. وبعد كده عندنا في الآخر خالص في الايرور warning بيقول Bill is dead يعني بيل ميت، يكون ميتا. is هنا لو عاوزين نترجمها معناها is واختها are على حسب بقى الضمير اللي قبلها هنغير، يا اما يكون يا اما يكون، فاهم؟ هي معنى الكينونة يعني. تمام. ما نقولش بقى ايه Bill is died، مفيش حاجة اسمها Bill is died. هي Bill is dead or Bill is death، ما نقولهاش برضو. or هنا بمعنى او. Bill is death غلط. هل Bill هو الموت؟ لا، يبقى Bill is dead. Bill هو Bill يكون ميت الصحيحة اللي هي هنا دي. وبكده نكون ختمنا الوحدة number 2 أو unit number 2. we finished unit number 2. أشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة. كنتم مع عبد الله إيهاب بدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسيت أقول لكم في النهاية يعني لو في أي تعليق في أي سؤال في التعليقات تحت إن شاء الله أكون ممتن جدا. وبس كده.